هل تعتقد وتتصور ان انا اعمل انتخابات دلوقتي الاقي مثلا نموذج عمرو موسى ده رئيس البرلمان؟ عنده يعني مع احترام، لا، ما انا اتكلم على اسامي، على مسؤوليتي. ما هو انت بتتكلم في تحالفات، التحالفات يعني لها رموز سيدي. معلش ما احنا بنختلف بقى في ده، ما دام نختلف، ما عشان كده قلت لك على خلفيه الثوره. انت تختلف انا اختلف. هو ايه المانع يا فندم؟ لانه المانع لان ده من رموز النظام السابق. واذا كنت بتتكلم، ما هو ما ينفعش ان انا اجيب محمد الكتاتني مصر كلها من رموز النظام السابق. لا مش صحيح الكلام ده اصلا تسطيح للامور. الكلام ده بالمعنى ده مش كلام حضرتك، يعني الكلام ده بالفكره دي، ده تسطيح للامور. يعني ايه تسطيح للامور؟ انت دلوقتي بتتكلم عن ثوره قامت 25 يناير، هل انتم معترفين بيها ولا مش معترفين بيها؟ طبعا خلاص، ده في الدستور، في الدستور. لما الشعب قام في 25 يناير وقام في 30/6، احنا بقى عايزين الاتجاه العام ينسينا مطالب 25 يناير لصالح 30/6. هو السيد عمرو موسى 30/6 معلش ده انا بديك نموذج. السيد عمرو موسى كان في الميدان بالتحرير في 25 لا ما كانش في الميدان ولا حاجه. لا ما كانش في الميدان. لا يا فندم، ما كانش في الميدان. ما علينا. ما انتوا بتتكلموا هنا هتحولوا، لا اتفضل كده هتحولوا النقاش، هتحولوا النقاش الى اشخاص. لا انا بتكلم مش في اشخاص، انا بتكلم رمزيه. يعني انا كده كاني شلت فتحي سرور وحطيت عمرو موسى. هو مش عمرو موسى كان شغال مع فتحي سرور؟ مش كان وزير خارجيه 10 سنين؟ مش كان امين عام الجامعه العربيه 10 سنين؟ هو حضرتك بتتكلم على شخص ولا بنتكلم على موضوع؟ ما هنا نرجع للاصل. الاصل ايه؟ الثوره.